السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. شاومينج بيغشش ثانوية عامة. للي ما يعرفش شاومينج أو ما يعرفش مين شاومينج اللي بيغش الثانوية العامة ده، شاومينج ده من أكتر أو من أشهر الشخصيات اللي غششت أو سربت امتحانات الثانوية عامة على مر تاريخ جمهورية مصر العربية تقريبا، وبسببه تم انتقال أو تحويل التعليم أصلا أو الأشكال الامتحانات من الامتحانات الورق العادية للبوكلت. يعني هو كان السبب بسبب تسريباته اللي هو كان بيسربها قبل الامتحانات بكتير، ان الامتحانات اتغير شكلها من الورق الى بوكلت. فاللي معرفش شاومينج بقاله سنين كتير جدا بيسرب امتحانات الثانويه العامه، بس طبعا بعد ما تحول الامتحانات لبوكلت وكده بقى التأمين اكتر، فمبقاش يسرب امتحانات الثانويه العامه. الغريب في الموضوع انه رجع اليومين دول او رجع اليومين دول او قويل حواليه اليومين دول بانه رجع تاني وعمل صفحه وجروب على فيسبوك وجروب على قصدي جروب على واتساب وكده، وبيدخل فيه الاشخاص والحجز بتاع الامتحان ان المفروض هيسربه ب 250 جنيه. يعني الامتحانات المفروض هو هيسربها لك، بس انت تدفع له 250 جنيه حجز الامتحان او حجز تسريب الامتحان ده. كمان بيقول ان السنه دي هتكون كارثيه على الثانويه العامه لانه هيسرب كل الامتحانات، لان السنه دي هتكون الاعتزاليه بتاعته، والسنه دي هتكون اخر سنه هيسرب فيها امتحانات، فبالتالي عايز يعمل عمليه كبيره او عايز يعمل حاجه كبيره، عشان كده مفيش او عشان كده هيسرب كل الامتحانات وهيؤدي الى بوظان تقريبا امتحانات الثانويه العامه. طبعا الله اعلم الكلام ده حقيقي ولا لا، او الكلام ده بيتكلم فيه بجد ولا لا، بس انا طالع احذر كل الطلاب واحذر اي طالب يروح يحجز او يدفع 250 جنيه في حاجه هو مش ضامنها. يعني شاومينج ايام الثانويه العامه هو محدش يعرف شكله اصلا ومحدش يعرف هويته لحد دلوقتي، وايام التسريب بتاع الامتحانات ده محدش كان بيعرف مين بيسرب الامتحانات، لكن كانت بتنزل على صفحه مزعومه اسمها شاومينج بيغشش ثانويه عامه. ما كانش حد بيعرف مين شاومينج ده او مين الناس اللي شغاله ورا صفحه شاومينج او مين الناس اللي بتسرب امتحانات بالتحديد. لكن السنة دي انت ما تعرفش لان هو بطل تسريبات من سنين كتير، فالسنة دي ما تروحش بدماغك او ما تروحش يتنصب عليك بمزاجك، بمعنى اصح ما تروحش تدفع فلوس او تخش اي جروب او اي حد يقول لك هات فلوس هتحجز تسريب الامتحان ومش عارف ايه والكلام ده. تمام، لان انت ما تضمنش اللي بيتكلم معاك ده او اللي بيقول حتى يا سيدي ان هيسرب امتحانات بمقابل مادي هيصدق ولا لا. ممكن ينصب عليك عادي وياخد الفلوس وانت ما تعرفش شكله ما تعرفش حاجه، فهياخد الفلوس بتاعتك ولا من شاف ولا من دري، ومش هتعرف تاخد معاه حق ولا باطل، وفلوسك راحت عليك وضيعت وقت ومجهود على الفاضي، وكمان اتعشمت بحاجه اصلا مش موجوده، فممكن كمان ما تكونش انت ذاكرت عشان انت اعتمدت على تسريب امتحان او كده. فبالتالي بدل ما كنت مستني انك تنجح وتجيب درجه او مش عارف ايه بسبب التسريبات دي، فبالتالي تسقط لا قدر الله وما تجيبش درجه وما تمتحنش اصلا او تمتحن وانت مش عارف حاجة. فانا طالع احذركم عن الموضوع ده بالتحديد. محدش ينساق وراء اي كلام. اي حاجة انت عايز تعرفها واي امتحانات المفروض لو نزلت يعني او حاجة من كده تلاقيها على الجروب بتاعنا على فيسبوك. تمام، خش على الجروب بتاعنا على فيسبوك تحت في الديسكريبشن، هننزل عليه كل حاجة وننزل عليه حتى الامتحانات بعد ما تنزل، وهننزل عليه النماذج بتاعة الاجابات بتاعة الامتحانات دي من المدرسين الرسميين، وهننزل عليه كل حاجة من الحاجات دي يعني بشكل رسمي وقانوني عادي. بعد ما الامتحان يخلص هننزل النموذج والاجابات. لكن اللي يقول لك تسريبات ومش عارف ايه وتعالى ادفع 200 جنيه 50 جنيه 300 جنيه الكلام ده كله للامتحان، ما تسمعش كلامه، ما تنسقش ورا الكلام اللي هو بيقوله لك، لان ده الله اعلم بيكذب عليك. ولو بيتكلم صح فما اظنش ان من الصح انك تعمل كده، او انه حلال انك تعمل كده اصلا، انك تروح تشتري امتحان او تاخد امتحان مسرب وتروح على الجاهز تحله وتمتحنه. فما اظنش ان ده حقيقي. وحتى لو ده حصل وفعلا تم تسريب الامتحانات، فالامتحانات هتتعاد تاني زي ما حصل في سنة من السنين اللي هي السنة اللي قبل سنين البوكلت. الامتحانات كانت اتسربت تقريبا كلها، شاومينج برضو كان مسربها كلها، وكانت بتتعاد من الاول تاني. يعني الطلبة تخش تمتحن فيعيدوا لهم الامتحان تاني، فيخشوا يمتحنوا تاني ويتسرب برضو. فدي كانت سنة من السنين الكارثية يعني. فانا طالع احذركم، طالع اقول لكم خدوا بالكم ما تنسقوش ورا الكلام ده. انا طالع انوهكم او انوه على الموضوع ده، طالع احذركم. محدش ينسق ورا الكلام، محدش يدفع فلوس، محدش يخش اي جروب من الجروبات المشبوهه دي. عايز اي حاجه رسميه قلت لك الجروب بتاعنا اسفل في الديسكريبشن ان شاء الله، وخش عليه وانضم. واي حاجه هناك جديده احنا هننزلها، والاساتذه اللي هناك هتنزلها، والطلبه هناك هتساعدك لو في اي شيء. كمان الموقع بتاعنا تحت هتلاقي عليه نماذج جاهزه، نماذج محلوله، نماذج سنين فاتوا. والموقع بتاعنا طبعا لينكو اسفل في الديسكريبشن عشان ما تتوهش نفسك وما تلخبطش. ذاكر وراجع وركز كويس عشان ما
تندمش بعد كده. ده كان كل حاجه في الفيديو. عندك اي استفسار او سؤال سيبونا في الكومنتس تحت ان شاء الله ونرد عليك. متنساش زر لايك تقديرا ودعما، ما تنساش سبسكرايب واشتراك لو عايز تتابع كل جديد ان شاء الله جاي او في الايام الجايه، سواء كان اخبار تسريبات، اخبار اي حاجه يعني. زر الجرس لو هتفعله هيضمن لك ان كل حاجه توصلك بالاشعارات. نشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.